بالفريقين، فريق المنتخب تاعنا مصنف 36 والمنتخب 100. نعم 140 120 ولا 140 110 110 عالميا. يعني تشوف الفرق كبير. نعم الفرق، لكن تبقى هذه الدوره هذه لازم نعملوا نستنتجوا. علاش؟ هل استفدنا من اللاعبين الشبان في هذه الدوره ما عدا بوكرشاوي؟ شفنا غير بوكرشاوي، وين شفنا لاعب؟ شفنا لاعب نشاط ربما كذلك اعطى مردود طيب، اعطى مردود في المستوى. لاعب نشاط عجبني الحق كي دخل ادى ما عليه، لكن لازم قبل ما نشارك في منافسه مثل هذه لازم اولا نعرف واش انا حابين، علاش انا رايحين للمنافسه مثل هذه، وشنو هما الاهداف. انا اقول ربما خساره صح مره، لكن نظن انه عندها ايجابيات. مجيد بوقره عنده اهداف ربما على المدى القريب والمدى المتوسط، لكن نقول انه لازم نستنتج ونعرف اهداف في منافسات مثل هذه. هما الاهداف، ولا جينا نشاركوا باش نشاركوا ونخلوا المدرب يتكلم يعمل تصريح قبل المنافسه ويقول اني جاي للمنافسه هذه باش ناخذها. اكيد اي مدرب يمشي الى منافسه باش يلعب عليها وباش ياخذ اللقب، ماشي راح نشارك. هذا ولا باش تحفز اللاعبين بالرغم من كل الظروف اللي كان فيها المنتخب. مش تقلب الظروف يعني التحضيرات، نقص في التحضير، يعني مشاركه كانت في اخر الدقائق، يعني ما كناش راح نشاركوا، ومن بعد قررت الفيدراليه باش نشاركوا. المهم من كل هذا هو تراجع رهيب لمستوى المنتخب الوطني بعد المباراة الأولى أمام أوغندا. يعني المستوى اللي ظهر به المنتخب في المباراة الافتتاحية أمام منتخب أوغندا على أرض ميدانه، وشفنا كيفاش دخل المنتخب، سجل ثلاثية، أداء، نتيجة، إرادة، عزيمة، قوة بدنية. أصبح كل المنافسين تاع المنتخب يتخوفوا يلعبوا مع المنتخب الجزائري، لكن كانت ردة فعل. منذ ذلك المباراة أصبح المنتخب الوطني في تراجع. بالرغم من أننا نتكلم على منتخب جنوب إفريقيا، قلنا ولا قالوا بلي داروا مباراة كبيرة. أنا أقول لا، علاش؟ لأن نقول عملنا مباراة ونص، هذا ما في الأمر، لأنه المباراة الثانية بالرغم من أنه عملنا مباراة مقبولة لكن ما هيش بحجم المباراة الأولى. لكن بعد ذلك شفنا تراجع رهيب في المباريات الأخرى. أنا ندخل لك من الجانب الذهني، نتكلم لك أولا على بالحسيني. الحسيني عمل مباراة في المستوى المباراة الأولى، لكن شفنا اللاعب تراجع. علاش؟ لكن نقول لك علاش. بالحسيني كان من المفروض باش يمشي إلى المنافسة لازم يؤهل في الفريق تاعو الجديد، ما يقعدش الذهنية تاعو. نعم، ما يقعدش في الذهنية تاعو، يخمم على المستقبل تاعو، على الفريق تاعو، ولو انه عنده الوكيل تاعو. دي اولا. ثانيا ما تمشيش منافسه كما هذه واللاعبين بعض اللاعبين مازالهم ذهنيا غايبين. نتحس انه اللاعبين تاعنا بالرغم من اعطاو كل شيء، لازم نقولها بكل صراحه، ما لازمش نقص من قيمه اللاعبين ولا نقولوا انه ما داروش اللي على. لا، بالعكس عملوا كل شيء، لكن ردة فعل ما كانتش تلك ردة فعل كنا ننتظروها امام منتخبات ما نقولش ضعيفه، لكن نقول ما هيش في مستوى المنتخب الوطني. لهذا الاقصاء اولا مر صحيح، لكن عنده دوافع، عنده ربما اشياء اللي نقدروا نتكلموها في المستقبل القريب. لانه لما تشارك في منافسه مثل هذه وانت ما عندكش اهداف، هدف اولا يعني تضع اللاعبين تاعك في الواجهه، اللاعبين الشبان مثل منتخبات السنغال وغيرهم، يعني اللاعبين الشباب تاعهم يوضعون في الواجهه باش يستثمروهم باش المنتخب الاول في يعني في فرق خارج السنغال، يعني في فرق كما ماتس كما نابل كما، يعني تشوف هاد اللاعبين باش يتسوقوا الى فرق اخرى. حنا هذا الشيء اللي ما ناش نفكروا فيه، ولو انه انا اقول ربما المنتخب تاعنا كان قادر يكون احسن
وكان قادر يمر امام منتخب نقول اللي ما عندوش بطوله، بالرغم من انه بطوله لعبوها فريقين اللي هما المريخ وكذلك الهلال درمان لعبوها في موريتانيا، لكن تبقى انه المنتخبات الافريقيه راهي في تطور مستمر.